ناس كتير بعد ما بتستلم وحدتها بتفتكر ان كده مفيش اي مصاريف زيادة. الحقيقة لسه في بنود مهمة زي وديعة الصيانة وفروق الصيانة. خليني اوضح لك ايه الفرق بينهم. وديعة الصيانة بتكون مبلغ قيمته عادة بين 7% و 10% من سعر الوحدة، وبتدفع مرة عند الاستلام او ضمن البيمنت بلان بتاعتك، وبيتم ايداعها في البنك عشان الفوائد اللي بتطلع منها بيتم استخدامها للحفاظ على مستوى الخدمات جوه الكومباوند، من لاندسكيب والووتر فيتشرز للسكيورتي سيستمز للفاسيلتيز والامينيتيز، وحتى الواجهات الخارجيه للمباني عشان تفضل بنفس الجوده اللي استلمتها بيها. ومع مرور الوقت وارتفاع الاسعار، الفوائد دي مش بتبقى كافيه لتغطيه كل المصاريف دي، وهنا بيطلب منك الديفلوبر انك تدفع فروق الصيانه. وفي الاخر سواء وديعة الصيانه او فروق الصيانه، الاتنين معمولين عشان يضمنوا ليك انهم يحافظوا على اللايف ستايل اللي اخترته مع الديفلوبر ويفضل زي ما هو. خلي بالك كل مشروع وراه تفاصيل كتير، واحنا دورنا انك دايما تبقى على علم بيها. لو عندك استفسار عن اي مفاهيم عقاريه سيب لنا كومنت وهنشرح لك كل حاجه.